اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين. رمضان كريم وربنا يا رب يعود علينا جميعا بالخير وبالبركات. وكل سنة وكل حبايبكم في خير وسعادة يا رب. يا ريت بقى لو اول مرة تشرفيني في القناة تعملي اشتراك، ويا ريت تعملوا لايك على الفيديو وتعملوا كومنتات حلوة زيكم كده، وتدعوا لي دعوات حلوة في الكومنتات. يلا بقى نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. الفيديو ده متصور امبارح. اليوم ده كان طويل جدا، عملت فيه اكتر من كذا حاجة. وان شاء الله هتطلعوا منه بمعلومات حلوة وهتستفادوا منه بإذن الله. اول حاجة، دي كانت عربية معدية، اللي هي العربية اللي بتبيع خضروات في الشارع. فجبت منها بطاطس وكنتش عارفة انزل عشان الاطفال معايا وكده. فادتني البطاطس بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، واحجام غريبة كده، كانت كبيرة جدا. انا كنت عايزة بطاطس علشان اسلقها، يعني بطاطس صغيرة، فما كانش معايا غير الاحجام دي. ودي مش بطاطس سبونتا ولا بطاطس اللي هي منقطة حمرا طبعا، هي بطاطس كده. هي بتبقى حلوة في الطبيخ، انما دي لو اتقلت، لو اتقشرت واتحمرت كده زي ما احنا بنقشرها صوابع وبنحمرها، هتلاقيها بتحمر منك قوي، تغمق جدا. فانا قشرت كام واحده كده وقطعتهم صوابع، وقلت اسقطهم كده في ميه مغليه بحبه ملح وكمون، وبعد كده بطلعهم بقليهم. هي تغمق سنه مش زي البطاطس الحلوه طبعا، بس قلت مش مشكله اي حاجه. وقطعت برضو حبه مكعبات كده وعملتهم في صينيه بالفراخ، وكانت طعمها حلو جدا بصراحه. يعني هي كانت في الصينيه طعمها حلو وكانت مسكره. طبعا احنا لما بننزل السوق بنعرف نجيب الحاجه على مزاجنا وبنجيب اللي احنا عايزينه كله، بس دي كانت حاجة بقى تقضي الغرض وخلاص. وانا بقى لما بنزل السوق بجيب البطاطس اللي هي الحجم الصغير، بغسلها كويس وبسلقها وبقشرها وبخليها كده في حافظ في التلاجة، تبقى جاهزة على القلي على طول. دي بتوفر معايا كتير جدا، جنب حبة كشري اصفر، جنب شوية رز بشعرية، جنب بيضة مقلية، بيضة مسلوقة. بصراحة بتوفر معايا وقت جدا. والبطاطس السبونتا دلوقتي بتتفرز برضو في الفريزر، بتبقى احسن من بطاطس الشركات 1000 مرة. انا بجيبها بقطعها صوابع، بخليها كده حجم واحد، وبغسلها غسلة كويسة. وبعد كده بجيب مية بغليها وبحط فيها البطاطس، يعني بسيبها تتسلق نص سليق كده. وبعد كده بطلعها بسيبها تنشف، بنشفها كويس جدا. وبعد كده بحطها برضو تاخد طشة في الطاسة، ممكن 5 دقايق، اقل والله من 5 دقايق، ممكن 3 دقايق كده. وبعد كده بتفرزيها على كده. لو سلقتيها وبعد كده فرزتيها في الفريزر بتحسيها مجلدة، لما بتيجي تطلعيها بتحسيها مجلدة. انما الطريقة اللي بقولكوا عليها دي بتبقى حلوة جدا، وبتنجز بقى فطار عشاء. عاملة أكلة حلوة وما عندكيش وقت ان انتي تقشري بطاطس، دي جاهزة، دي حلوة قوي. اعملي كميات منها وحطيها في الفريزر، هتبقى حلوة بالذات لو عندك أطفال هيحبوها. وبتبقى مقرمشة كده، أحسن من بطاطس الشركات كتير جدا، وهتوفر وقت ومجهود وفلوس. خلصنا بقى من أكل اليوم وخلصنا من البطاطس والغدا. عملنا بطاطس بالفراخ وكده. دخلت بقى اجهز للتسبيكة، قلت اعمل حبة تسبيكة يكونوا حلوين، انا بحب برضو اعملها وبحطها في التلاجة، ووقت ما بتخلص بقوم راح عاملة غيرها وهكذا، لانها بتوفر معايا برضو. محدش هيحس بموضوع التوفير ده غير توفير الوقت طبعا، غير اللي معاه اطفال بالذات كام طفل ورا بعض. ربنا يا رب يخلي ويبارك. وعلشان التسبيكة تفضل أطول فترة ممكنة، يعني انتي ممكن تقعد معاكي من أسبوع ل10 أيام في التلاجة من غير ما يحصل لها حاجة. بس طبعا بتبقى متغطية أو متغلفة في أكياس أو كده. بتحطي دهان، وبعد كده طبعا انتي مش هتحطي دهان كتير. وبعد كده بتحطي البصلاية، بتكون متقطعة مكعبات صغيرة، بتحمريها كويس. وبعد كده بتسقطي الطماطم وتسيبيها تتسبك تسبيكة كاملة، تسيبيها تتسبك قوي، يعني ما تخليهاش نص نص فيها شوية مية، لأ، علشان مش تبوظ معاكي في التلاجة. ولو عايزة تحطيها في الفريزر، عندك كمية وعايزة تحطيها في الفريزر، انتي بتخلطيها، بتجيبي طماطم بتغسليها وبتخلطيها، وبعد كده بتصفيها كويس جدا من التفل اللي فيها، لانها بيبوظ الطماطم على فكرة اللي بتبقى محطوطة في الفريزر. وبعد كده بتنزليها في حلة على النار وبتسيبيها تاخد كام غلوة كده على البوتاجاز لحد ما نصوب الطماطم معاكي يقل. وبعد كده بقى تسيبيها تبرد وبتحطيها في اكياس في الفريزر، تبقى حلوة جدا وبتقعد معاكي برضو اطول فترة ممكنة.
عملت كمان قلقاس، لان طبعا خلاص هيروح فلازم يتخزن. انا متأخرة في تخزينه شوية. انا كمان جبته وخليت بتاع الخضار عملتهولي، قشرتهولي بس من بره، وانا جبته بقى قطعته بالمكعبات اللي انتوا شايفينها دي. طبعا القلقاس لازم يتغسل كويس جدا 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 عشان المزلقة اللي بتبقى فيه دي، فانتي بتشيليها بالليمون. طبعا انا بفضل ادعك فيه زي ما انتوا شايفين كده، وتحت المية واكب المية وبعد كده المية تلون، بفضل اغسل كذا مرة لحد ما الاقي المية معايا بقت بيضة شمعة. ما تزهقوش من غسيله علشان ما يسودش معاكي، وابدأي كيسيه بقى وحطيه في الفريزر، هيبقى حلو جدا، بس صفيه من ميته كويس جدا. احنا بصراحة بنحب القلقاس، فمن الحاجات اللي ما ينفعش ما نخزنهاش. وكنت هزعل قوي لو ما كنتش خزنته، يعني لو ما كنتش لحقته كده كنت هزعل قوي. واحلى نوع ممكن تخزنيه اسمه الشنواني، هو ده تقريبا احلى نوع، لان انا كل سنة هو ده النوع اللي انا كنت بخزنه، وبيستوي معاكي بسرعة، ما بيجلدش ما بينشفش، لا هو غلوتين وبتلاقيه استوى زي الفل. انتي بس تغسليه كويس جدا بالمية والليمون علشان ما يسودش معاكي، وابدأي نشفيه كويس، حطيه في مصفى ينزل ميته، وبعد كده حطيه في اكياس تلاجة وفي الفريزر على طول. خلصنا بقى من التسبيكة وخلصنا بقى من القلقاس، دخلنا على التوم. دول كانوا 20 كيلو توم، طبعا مش الكمية اللي محطوطة قدامكم، انا كنت واخدة من الشكارة حبة بس اوريكم التوم. التوم دلوقتي ب25 جنيه، يعني حلو جدا. هو اول ما نزل كان ب45 وكان ب50 ووصل ل40، وبعد كده نزل دلوقتي اهو ل25. هو حلو جدا دلوقتي وتقدري دلوقتي تخزنيه. في ناس طبعا ما بيحبوش يخزنوه في الفريزر، بس والله لو جربتوه بالطريقة اللي هقولك عليها دي هيفضل ابيض شامع معاكم من اول كيس لحد اخر كيس، هيفضل معاكم السنة كاملة. انا جايباه حجمه كبير وحلو جدا وب25 جنيه. طبعا الفروع بتاعها مش بتترمي، انا قطعت بس الروس دي الحاجة اللي انا استخدمها دلوقتي، بس الفروع بتاعها الاخضر ده مش بيترمي، ده بيتفرم وبيتعمل دقة سمك تحفة تحفة تحفة. الثوم تقشيره سهل جدا، انتي طبعا كل لما هتقشريه وهو اخضر كل لما هيوفر معاكي وقت جدا ومش هيتعبك ابدا. انا بقشر بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي، انا مش باخد الفصوص بس من جوه، انا باخد الفصوص مع القشر الابيض اللي بره ده عادي، مش بتحتاجي ان انتي تشيليه كله ولا حاجة. وتقشيره سهل جدا طبعا لانه اخضر. وما تنسيش الجواندي وانتي بتقشري، اعملي الكمية اللي انتي عاوزاها، مش هتحسي ابدا ان انتي تعبانة ولا ايدك بتحرقك ولا اي حاجة. الجواندي الجلد ده حلو قوي، لو جبتي اللي هو اكياس بلاستيك ده هتلاقيه بيتقطع منك وهيبهدلك، ومش هتعرفي تمسكي السكينة ولا هتعرفي تمسكي التومية اصلا، كل شوية هتلاقيه بينزل من ايدك. انما ده بصراحة حلو جدا. عملت بقى الكمية كلها، فرمتها في الكبة وحطيت زيت وملح وسكر وخل. السكر على فكرة مش بيبان ابدا ابدا فيه لما بتيجي تعملي اكل او حاجة، بس هو كمادة حافظة وعشان يفضل لونه فاتح معاكي لاخر وقت. انا هنا لما حطيت الزيت لان الزيت اصفر فحسيته غمق سنة، انما ده مش الغمقان اللي هو الوحش، لا هو برضو بيفضل ابيض. وما تحطيه في الفريزر هتلاقيه بيفتح معاكي. الخل طبعا انتي بتحطي برضو نسبة مش كبيرة قوي، انتي بتحطي نسبة بسيطة بس، لان الخل اللي بيحافظ برضو على اللون، والملح والسكر بيعملوا كمادة حافظة، والزيت طبعا بيحافظ عليه انه ما يسودش وبيحافظ عليه انه ما يعفنش. تقدري بقى تحطيه في برطمانات، تقدري تحطيه في اكياس زي ما انا حاطه كده، تقدري تحطيه في مكعبات تلج، وبعد ما بيجمد بتحطيهم في اكياس وتاخدي مكعب مكعب زي ما انتي عايزه، مش هيقولك لا. انا كل سنه كنت بخزن في برطمانات او في علب بلاستيك اللي هي حوافظ طعام دي. اول سنه ان انا اعمل في اكياس، بس على فكره هي حلوه جدا ومحطوط في الفريزر من امبارح وطلعت استخدمت منه النهارده، بجد حلوه قوي وجربوها مش هتندموا. ويا رب يكون الفيديو عجبكم.